سلام المسيح لكل أصدقائي المسلمين. بعيد عليكم برمضان. أتمنى يكون الصوم دوت مفيد ليكم، مش زي كل سنة. بس السنة دي يمكن التهنئة اتغيرت شوية. أنا بهني الإخوة المسلمين وبقول لهم رمضان مش كريم ليكم ولينا. رمضان شهر صعب جدا. المسلمين بيتعذبوا فيه، بيتذلوا فيه، بيتعصبوا فيه، بيتخانقوا فيه، بيعملوا حوادث كتيرة فيه. وفي نفس الوقت بيستعملوا الإرهاب والإجرام مع المسلمين اللي مش صايمين واللي مش مقتنعين بالصوم أو اللي مش قادرين يصوموا، ومع المسيحيين اللي ملهمش أي علاقة بصوم رمضان. فحابب بس إن أنا يعني زي ما انتوا بتعكننوا علينا في شهر رمضان الأسود دوت، حابين إحنا كمان نعكنن عليكم ونقول لكم رمضان مش كريم. تمنى يعني كفاية ذل لنفسكم. الله مستحيل ان هو يذل الانسان ويجوعه ويعطشه بدون اي استفادة. لا انتوا بتصوموا عشان خاطر اخلاقكم تتغير للافضل، ولا انتوا بتعتنوا بالفقير والمسكين. انتوا كل همكم بس تجوعوا تجوعوا تجوعوا، وساعة الفطار تملوا بطنكم لغاية الساعة 4 الفجر ولا 3 الفجر، تملوا بطنكم وتناموا، تاكلوا وتناموا، تاكلوا وتناموا. للأسف الشديد ده واحد من المسيحيين اللي بيدعوا إن الله محبة وبيحبوا الخير للناس وبيحملوا الناس الرحمة والمحبة، اللي دايما بيحكوا للمسلمين عن موعظة الجبل، وبيقولوا يا عيني إن المسلمين بيتأثروا من جمال موعظة الجبل. وموعظة الجبل في الأساس بتأمره كمسيحي بإن يحب أعدائه. أحبوا أعداءكم كما جاء في كتابه المقدس لما قال السيد المسيح: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. إصحاح متى الآية 44. والمسيحي ده للأسف خالف الآيات اللي أمروا بها السيد المسيح، يعني بدل جملة أحبوا أعداءكم خلاها أبغضوا إلى أعدائكم. والمفروض إنه يعمل بكتابه المقدس ويطبقه على نفسه، بدل ما يجي ينتقدنا إحنا كمسلمين عن إحدى فرائض الإسلام. الكائن ده بيقول إن المسلمين بيعذبوا نفسهم في رمضان. أحب أقول لك يا حشرة إن التعذيب زي ما أنت وصفته ليه فوائد صحية كبيرة، وده بشهادة العلماء الأطباء المسيحيين وغير المسيحيين اللي هم من نفس ديانتك في جميع دول العالم. أولا، أول فايدة ليه وإنه بسبب طول فترة الصيام وعدم الأكل فترة طويلة، فده أول حاجة بيزيد من فرص التخلص من الوزن الزايد. بتتغير مستويات الهرمونات عشان توصل الدهون المخزنة بسهولة. تاني فايدة يهبل إنها بتقلل مستويات الأنسولين للجسم عشان يحفز على حرق الدهون. تالت فايدة يهبل إنه بيساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل وبيعزز عملية التمثيل الغذائي. رابع فايدة يا صرصار إنه بيزيد من التركيز وبيقوي ويزيد ويحافظ على صحة المخ، وبيزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة مع حماية الدماغ من التلف. أقول لك فوائد تانية ولا كفاية كده؟ هقول لك تاني. خامس فايدة يا حتة حشرة إنه بيقوي مناعة الجسم وبيخفض مستويات السكر في الدم وبيعمل على تنظيم ضغط الدم وبيقلل من ارتفاع الكوليسترول، عشان كده بيقوي المناعة. أقول لك تاني ولا كفاية كده؟ هقول لك تاني. سادس فايدة يا جاهل إنه بيتخلص من السموم الموجودة في الجسم، يعني الصيام بيقوي ويطهر السموم اللي موجودة ومتراكمة في داخل الجسم. وبعدين شهر رمضان ده خاص بالمسلمين، يعني ده عبادة خاصة بين العبد وبين ربه. الكلام اللي أنا بقوله لك ده كبير عليك، لأن احنا بنعبد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ما بنعبدش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد ما هو إلا رسول بلغ رسالته سبحانه وتعالى، وما قالش للصحابة اعبدوني أو أنا ربكم أو أنا ابن الله زي ما أنتم بتدعوا كذبا على سيدنا المسيح وبتقولوا إنه ابن الله وما هو بقائل من الأساس. وأتحداك إنك تجيب آية واحدة من كتابك المقدس إن فيه السيد المسيح قال إنه ابن الله. أنا مش هدخل معاك في مسائل فقهية، لأن أنا أكبر من إن أتكلم مع شخص تافه جاهل زيك ملوش قيمة، لما أنت أصلا جاهل بتعليم كتابك المقدس ومش بتنفذ اللي أمرك بيه السيد المسيح: أحبوا أعداءكم. الفرق بيني وبينك يا حشرة إن أنا ليا رب واحد بعبده وبتوسل الرضا عني، أما أنت يا تافه الدين بتاعك فيه 3 آلهة: الآب والابن والروح القدس. وأنا بصراحة معرفش أنت بتتوسل لرضا مين في ال3 دول. يعني انت اصلا ما تعرفش انت بتعبد مين، بتعبد الاب ولا الابن ولا الروح القدس
ولا القسيس اللي في الكنيسة، دي حاجة طبعا ترجع لك. وبعدين انت يا صرصار بتقول ان شهر رمضان مش كريم، وانت مين طلبك اصلا انك تصوم؟ او في حد من المشايخ امرك انك تصوم؟ شهر رمضان ده شهر ربنا، شهر ربنا الكريم، وبما انه شهر ربنا الكريم فلازم يكون شهر الكريم على أمة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شئت أنت أم أبيت. وبعدين أنت بتقول إن الحوادث بتكتر وأخلاق المسلمين بتسوء. أنت نفسك بتشوف إن الناس في المساجد بتكون أكتر من العادة، وفي المواصلات في إيدهم المصاحف بيختموا القرآن، وآخر 10 أيام في المساجد بيعتكفوا. طب تعالى أثبت لك بقى إن أنت بقرون. أنت بتقول كفاياكم ذل، وربنا ما يرضاش الذل للناس. طب يا جاهل يا صرصار يا حشرة، طب يا حيلة أمك لما هو شهر رمضان شهر ذل للمسلمين، هو في حد بيحتفل بالذل؟ يعني احنا بنحتفل كمسلمين بقدومه، بنجيب طبعا فوانيس وفرش جديد بقى، وفي المساجد والشوارع والبيوت بتتزين وبتتفرش فرش جديد، والناس بتعايد على بعضها، والخير كله بيعم على المسلمين فقراء كانوا أو أغنياء. يبقى ذل ازاي يا أغبى اخواتك؟ طب تعالى هنا كمان قرب لي عشان أضحك عليك شوية وأديك على قفاك. طب ليه انت كمان ما توجهش نفس السؤال لإلهك؟ لأن في كتابك إنه أذل ولده وكان سبب في قتل ولده، وإن ولده يندفن 3 أيام بدون أي استفادة، ومفيش أي حاجة اتغيرت ولا الكون اتغير. أنت بتقول مستحيل إن ربنا يذل الإنسان، مع إن الله في دينك أذل ابنه. أنت في دينك بتعتقد إن المسيح ابن الله ومن صلب الله، وإنه اتجوز السيدة مريم اللي هي أم الله، سبحان الله، زي ما أنتوا بتقولوا يعني. طب الله بتاعكوا ده ذل ابنه وسابه لليهود، أنت تعرف كده ولا ما تعرفش؟ ذل ابنه وسابه لليهود، خدوه وضربوه وذلوه وصلبوه وحطوا الشوك على راسه ورموه بالقذرات على وشه، وفضلوا يعذبوا فيه أيام وليالي، لدرجة إن ابن الله، طبعا تعالى الله عما تقولون، أنا بس بمشيك وبجاريك في كلامك وبجيب لك من يعني دليل من كتابك المقدس، مش من القرآن. المهم إلهك اللي أنت بتقول عليه ده قال لأبوه إلهي إلهي لماذا تركتني؟ زعلان من أبوه لأن أبوه سابه يتعذب بالطريقة دي، عانى وتألم. ده مش بس عانى وتألم، ده وصل لمرحلة إن من شدة الألم والصلب مات واتدفن 3 أيام. إزاي ربك يسمح لابنه إنه يتذل؟ ده مش اتذل بس، ده كمان اتنكل بيه لدرجة الموت. يا خنزير، بدل ما تقول إن ربنا ما بيسمحش إنه يذل الإنسان، روح أنت قول لربك ليه سمح بتعذيب وتنكيل وسحل وصلب ابنه. ده إيه البجاحة والنطاعة اللي أنت فيها دي؟ إحنا كمسلمين يا أخي مبسوطين وفرحانين. أنت بتقول إن المسلمين مش بيصوموا عشان أخلاقنا مش بتتحسن ولا بنهتم بالفقراء. طب شهر رمضان اللي أنت بتقول عليه ده ذل، الشهر الوحيد اللي المسلمين بياكلوا أحسن وأفضل الأكلات والحلويات، الفقراء منا والأغنياء. الفقراء اللي ما بياكلوش اللحوم في الأشهر العادية، أهو ربنا بقى في الشهر ده من كرمه بيسخر ناس تطعم الفقراء والمحتاجين في الشهر ده بالذات. بتلاقي الموائد في الشوارع والناس بتعزم على بعضيها، والعصاير والبلح والحلويات بتتوزع على الناس اللي ماشية في الشارع وراكبة المواصلات. طب أقول لك على حاجة، والله في مسيحيين بينتظروا شهر رمضان عشان يفطروا مع المسلمين في الموائد، وبيتوزع عليهم برضو في الشارع العصاير والحلويات والبلح. هي دي أخلاق المسلمين اللي انت بتقول إنها مش بتزيد يا أعمى البصر والبصيرة. للأسف انت كمسيحي ما يقبلش كلامك حتى الناس اللي من ديانتك. أهو انت بقى وأشكالك المتطرفين، أشكالك هم اللي بيفرقوا وبيخلقوا فتن بين المسلم والمسيحي بكلام وحقد وكره لديانة غير ديانته. انت بتقول ان الارهاب بيزيد في رمضان مع المسلمين اللي ما بيصوموش. طيب انت عمرك شفت الشيخ ماسك عصاية وبيضرب او بيقتل مسلم فاطر او بيرهبه؟ يعني المسلمين يسيبوا العبادة والتقرب الى الله ويسيبوا المصاحف ويفضلوا بقى ماشيين في الشوارع يدوروا على مسلم فاطر يضربوه يرهبوه يقتلوه؟ انت يا ابن هبل ولا عبيط ولا بتستعبط؟ يا جهبذ اخواتك يا عرة المسيحيين. الدين الاسلامي بيؤمر بالنصيحة والعظة، يعني لو حد شاف حد فاطر هم كلمتين هيقولهم له، ده لو قالهم له اصلا وحصل هيقول اتق الله ما تفطرش في رمضان، هم الكلمتين دول بس. سمع الكلام اهلا وسهلا، ما سمعش الكلام هو حر وحسابه عند ربنا مش عندي. انا بديله نصيحة مش ارهاب يا عرة. للاسف انت اللي خارج من بيئة ترهب اتباعك. طب أحب أفكرك بوفاء قسطنطين اللي أسلمت. إرهاب ده ولا مش إرهاب يا بغل؟
أفكرك كمان بعيلة في الصعيد لما واحد حب يدخل الإسلام مسكتوه وعذبتوه ونكلتوا بيه وقتلتوه عشان يرتد عن الإسلام. يهبل يهطل. إحنا كمسلمين بنحب إخواتنا من المسيحيين، وإن كنت أنت أسأت لديني فأنا ما أقدرش أسيء لدينك، وإن كنت أنا رديت عليك في مسألة الذل فده مش اجتهاد مني بالنقد لدينك، بالعكس أنا رديت عليك من كتابك اللي أنت بتؤمن بيه، يعني ما بجبتش حاجة من دماغي أو من ديانتي. المسيحيين المحبين الغير حاقدين اللي بنحترمهم وبنحترمونا، الأصدقاء منهم والجيران، إحنا كمسلمين بنحبكم في الله وعارفين إن الكلام التافه ده أنتوا بتتبروا منه ما بتحسبوش على المسيحيين. وفي النهاية كفاية عليك كده، عشان للأسف الشديد أنت أخدت من وقت شوية، لأن المفروض في الوقت ده أكون أنا مذلول. شفت إزاي؟ أكون أنا مذلول لله سبحانه وتعالى عشان بعبده، عشان أنول رضاه. وفي الختام، مسلمين كنتم أو مسيحيين، دمتم متحابين دايما.